انا شغلي ده اكسجين بتاعي، انا مش الباشن بتاعتي، اكسجين. انا فعلا وصلت لمرحله ان انا ما كنتش فعلا معايا فلوس احط بنزين. اللي حولك من ديزاينر صغير قاعده بتحاول وبتعافر لمره واحده كل ستات وبنات مصر بتروح لها. انا زعلت من ناس كتير قالت لي كلام يوجع، مم. بس الكلام ده كان بيزقني لقدام. اهم حاجه عندي انه الصناعيه بتوعي ما يقعدوش في البيت. ما تقوليش بقى دلوقتي يا دوبك بتغطي مرتباتهم ومش عارفه تعيشي بقى عندي حب او ادمان للنجاح. انا النجاح ما نجحتوش غير لما خدمت الناس. ضيفتنا النهارده شخصيه غير تقليديه، مختلفه في كل حاجه، في لبسها، في ذوقها، في طريقه تفكيرها، حتى في اصرارها. طموحه، عنيده، متمرده، تحسها لابسه نضاره مخليها تشوف الدنيا بطريقه مختلفه عننا كلنا. ممكن تبان شديده، بس لما بتقعد معاها تحس انك قاعد مع طفله بكل معاني الكلمه. معظم ستات وبنات مصر راحوا لها ويعرفوها، بس محدش يعرف هي وصلت اللي هي فيه النهارده ازاي. تعالوا نسمع قصتها. انا شادي شريف وده جرو توكس. دينا مغاوري، اهلا بيكي. هاي. هاي. انا عارف ان هي ايه موضوع غريب شويه عشان ايه نعرف بعض، بس خليني اقول لك ايه في الاول كده، لسه ما تعرفكيش، حابين ان انت تعرفينا بنفسك. انا بعمل مجوهرات هاي اند، يعني بألماظ وذهب، وتخصصنا يعني مؤخرا في البيرسينج، وده اللي شهرنا اخر 3 سنين. كل انواع البيرسينج يعني، بس مش بيرسينج بالمسدس زي ما كنا كلنا بنعمل واحنا صغيرين، لا بيرسينج زي بره يعني. اوكي. اتخرجتي من ايه؟ لا ارجعي بقى ورا شويه كده، جامعه ايه؟ انا كنت في الاي يو سي، كان تخصص علاقات عامه واعلانات، بس انا ما تخصصتش ده عشان انا كنت فعلا عايزه ده. انا ما كنتش لاقيه حاجه اتخصص فيها، وانا ماليش في المذاكره. سمعت فكان لازم اختار حاجه اتخصص فيها، فلقيت انه ده اخف حاجه. اوكي. و كنت عايزه يبقى عندي وقت ان انا اعمل نشاطات جنب التخصص، فعشان كده اخترت حاجه مش محتاجه مذاكره قوي. اوكي. فتخصصت كان صحافه وعلاقات عامه واعلانات، وبس انا كنت وقتي كله في الجامعه كان نشاطات زي الاميال واميان، اللي هو تحد الحاجات بتاعت تمثيل. يعني بنعمل كده زي ساعدني اميوان واميال ايه بالعربي. انا فاهم قصدي، مش بحاول الاقي الترم بالعربي بس مش عارف. الاميوان موديول يعني ايوه يا لهوي الواحد مش عارف يعني. خلينا نسكيب الحته ديت. طيب ماشي اوكي. كنت طول الوقت في نشاطات عشان كنت عايزه اشتغل على شخصيتي. كنت خجوله، كلميش كتير. لا اوكي. كنت بكسف قوي. يعني انا كنتش بتكلم عشان كنت بكسف قوي، فكنت عايزه اكسر، كنت عايزه اتغير، يعني كنت عايزه اغير نفسي، فرميت نفسي في حته فيها تحدي، وانا بحب اتحدى نفسي. أوكي. عشان كنت عايزه اتغير. فكنت فضلت اشارك في المؤتمرات دي، هو مؤتمر يعني، لحد ما في الاخر بقيت ماسكه الكوميتي بتاعت العلاقات العامه، وكان تحتيه فريق. اوكي. فالمفروض ان انا اللي بعلمهم وبوجههم يعني ازاي يمسكوا حته العلاقات العامه في المؤتمر. وده كان يعني ضد شخصيتي يعني، بس انا رميت نفسي في الحته دي عشان انا كنت عايزه اعرف اتكلم قدام الناس من غير ما اتكسف. اوكي. فده اللي كنت بعمله في الجامعه يعني. كان عندك مشكله، كنت عارفه ان انت صغيره عامه، يعني انت ملمه ان انت عندك مشكله، انت بتتكلميش كتير، قليله الكلام يعني. أيوه. وده بسبب كسوف. مش بس كسوف. وانا صغيره كنت براقب الناس يعني. أوكي. كان عندي كده فضول ان انا اتفرج وما شاركش وما اتكلمش، بس
كنت بتفرج اكتر، كاني مم. كنت بدرس مم. يعني انا مش فاكره observing بالظبط. كده يعني observing بس ده وانا صغيره، فكبرت كده فتعودت ان انا ما اتكلمش، مم. فكنت عايزه اكسر ده. ما حبيتش الشخصيه دي يعني، حقيقي كنت كارهه الشخصيه دي. اوكي فرميت نفسي في النشاطات دي عشان اتغير. اوكي. خلصتي الجامعه، مم. اشتغلتي في ايه بقى بالتخصص اللي انت اصلا كنت داخلاه عشان تعدي بس وخلاص؟ افتكرت ان انا كنت عايزه اعلانات بس. مم. هو وزمان وقتنا بقى ما كانش فيه انترنت بقى والحاجات دي، فكان ال الاعلانات هي كانت اقوى حاجه، اعلانات التلفزيون. مم. فرحت اشتغل في شركه اعلانات عشان كنت فاكره انه ده هيبقى ممتع، بس في 7 اشهر عرفت ان انا مش ده اللي انا عايزه اعمله ومشيت على طول. وبعدها لقيت رحت اشتغلت في مجله. كانت ساعتها مجله معروفه جدا، انجما. ابتديتها مع صاحبه المجله، يعني كانت هي عايزه تبتدي تكون التيم بتاعها. مم. فده كان في سنه 2000 يعني 99 و2000 طلع اول عدد. كامبس طلعت في نفس الوقت ده بالظبط، بجد؟ 2000 طلعوا مع بعض تقريبا يعني. وكان الموضوع الشغل ما كانش بطريقه منظمه قوي، ما كانش فيه كل اختصاصات وكل واحد عارف شغله ايه. هو كان عاملين زي العيله كده، واللي فاضي يعمل حاجه بيعملها. فكنت بعمل حاجات كتير قوي 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 واتعلمت يعني. بعدين هي صاحبه المكان خلتني امسك الصفحات بتاعه الفاشن. اوكي. فكنت بلف طول الوقت على معارض ومحلات فضة كتير، وكنت بروح لعزة فهمي كتير. الكلام ده كان من 20 سنة تقريبا على الأقل، أكتر كمان. اكتر، لان 2000 دي كان حوالي 23 سنة تقريبا 23 يعني. سنة. كنت بروح لعزة فهمي كتير جدا. وكان ساعتها شغلها غير دلوقتي. المهم أنا حبيت العالم بتاع عزة فهمي. يعني انا كمان بحب اشتغل بايدي. وطول عمري بشتغل من وانا صغيره، شاطره في اي حاجه شغل ايد. اوكي. كنت بروح يعني، تعرضت للفن كتير قوي في الفتره دي، واشتغلت. فضلت مثلا بعد 2 سنين لقيت نفسي مش عايزه اكمل طول عمري متوظفه، وعرفت ان انا عايزه اشتغل بايدي. انا عايزه بقيت عمري اشتغل بايدي، اعمل اي حاجه بالايد، لان انا شاطره في الايد اصلا من وانا بيبي. بس يعني ما كنتش عارفه انه ممكن اقلبها جد، يبقى ده المهنه بتاعتي. اوكي. فساعتها قررت ان انا هروح اتعلم صياغه. كان ساعتها بقالي 2 سنين بس بشتغل في المجله، وجنب الشغل رحت اتعلم صياغه. بالصدفه كده لقيت اعلان في الجورنال عن ان الجامعه الامريكيه مقدمه كورس صياغه. كان مدرس اردني مع المساعد بتاعه، كانوا بيتنقلوا في بلاد، وكان ساعتها في مصر قعد 1 سنة. فقلت طيب انا هروح اتعلم صياغه. ده وانتي اوريدي بشتغل تهتمي اصلا بحته الصياغه، فسبحان الله جت كده لقيتي مره واحده الاعلان دوت يعني. مش الاعلان ده جه قدامك؟ لا، هو الحقيقه جه بطريقه تانية. اوكي. انا يعني انا خلاص نويت ان انا عايزه اشتغل في المجوهرات. هو ده اللي بكلم فيه. اوكي. يعني انا عايزه اخلق بايدي حاجات وتبقى دي مهنتي. انا عايزه اخلق بايدي حاجه. حلو. بس الوقت ده ما كانش في ناس بتعلم كتير. لا، ما كانش في حد بيعلم اصلا. بالزبط. فكل اللي جه على بالي ان انا اروح الهند. كنت عايزه اروح الهند، فرحت قلت لمامتي انا قررت اسافر الهند. فهي طبعا اتخضت، لان كمان امي من النوع اللي بيقلق يعني. فهي ما حبيتش تسيبني اروح لوحدي الهند. فبالصدفه الحقيقه هي اللي لقت في الجورنال انه في كورس. تعالي يا دينا ما تروحيش الهند، خليكي جنبي هنا. شايف اصل الحوار ده؟ شايف. هي قالت ما هو لو انتي رحتي الهند انا هضطر اروح معاكي. فهي مش عايزه تتحرك يعني، مش عايزه تسافر. فالمهم رحت قدمت وابتديت فعلا. قعدت 1 سنة بحالها بتعلم في حاجات كتير بقى، صياغه، تركيب احجار، كل ده وانا بشتغل في المجله. لحد ما جه وقت لقيت انه لا، انا محتاجه ادي الموضوع ده وقت اكتر. فكان لازم اختار استمر في المجله بمرتب ثابت، ولا اسيب شغلي واتعلم، ابتدي بقى صفحه جديده في حته تانية خالص.
فطبعا انا يعني ما فكرتش ثانيتين، قلت لا انا هسيب المجله، لان خلاص حسيت ان انا مش هكبر فيها. يعني اخدت كل اللي انا كان ممكن اخده واتبسطت جدا، يعني حقيقي كان وقت اكسبيرينس حلوه قوي. اكسبيرينس حلو قوي وفن. سنتين تقريبا مثلا؟ 3 سنين. 3 سنين كله على بعضه 3 3 سنين سنين. ده بارالل معاها بتتعلمي؟ اخر سنه كنت بتعلم. اوكي. فكان لازم ادي وقت اكتر للصياغه لو انا عايزه اخدها جد. فما كانش ينفع اكمل في المجله وابقى وقتي كله او مكرسه وقت اكتر للصياغه، فسبت الشغل. انا ساعتها انا برضو عشان كنت صغيره ما حسبتش الحسبه بتاعت طب انا هصرف على نفسي ازاي، طب اللي جاي ده هيبقى شكله ايه. كنت يعني مش عايزه اقول متهوره، بس ما كنتش قلقانه، ما كانش عندي الوعي بتاع خايفه على اللي جاي، خايفه من اللي جاي. فبقلب جامد سبت الشغل ورحت اتعلمت. وبعد لما خلصت الكورس لمده سنه ده كنت عايزه اكمل، ومفيش في مصر كان ساعتها اي مكان بيعلم. فرحت قعدت ادور، لقيت في فنون تطبيقيه كورسات اللي هي مستقله بعد الظهر. فرحت اخدت كورس نشر، تعلم ازاي تنشر. سوري. اوكي. خلصت الكورس ده، عايزه اخش على اللي بعده. بس ده خشب اكتر؟ نشر نحاس. نشر نحاس. اوكي. فتعلمت انشر ازاي، وقبلها انا كنت متعلمه شغل الورش صياغه. وبعدين برضو مش عارفه اروح فين، لان انا ما كانش في حد يقول لي اعمل ايه. يعني انا ما كانش في اي حد ولا زي دلوقتي خالص طبعا. لا ما كانش في حد. وبعدين عيلتي مش الخلفيه بتاعتهم مش بيزنس، فما حدش حتى عارف يقول لي محدش قادر يشجعك حتى على القصه. لا هم ما كانوش بيشجعوني خالص بالعكس. هم خافوا. انا بابايا ما كانش فاهم خالص انا بعمل ايه. يعني ولو موظف طول عمره دايما بتبقى هي التحدي بينه وبين، مش تحدي، مش قادر اقول تحدي، بس بتبقى هو ده فكره، دي طريقته في الحياه. فكر الوظيفي غير فكر الانتربرنورز او رواد الاعمال. ان حد عايز شايف ان هو عايز ينطلق في حته معينه، هو بالنسبه له الوظيفه هي امن حاجه، فهو عايز يطمن عليكي. بس ما فعلا انا بابايا محامي وبالنسبه له انا كده برمي نفسي في التهلكه. يعني مجال هو ما يعرفوش، فمش هيعرف يساعدني فيه، وكان خايف عليا، فكان بيحاول يوقفني الحقيقه. يعني بس ده من خوفه عليا. اوكي. وانا ما كنتش حاسه بحجم المسؤوليه اللي انا بشيلها، ان انا هبقى من غير مرتب ولازم اكمل ولازم اتعلم. طب هصرف على التعليم ده ازاي؟ المهم قلت انا هكمل. المهم رحت بعد كده لفيت في ورش في خان الخليلي، عشان لقيت انه ده الحل التاني، ان انا اروح ورشه في خان الخليلي واحاول اتعرف على اي حد ويعلمني. استمريت كده، وما كانش ساعتها اقدر افتح ورشه. عشان افتح ورشه معناه ان لازم اشتري عده واجهزه. سؤال بقى معلش، بعد ما سبتي الوظيفه قعدتي قد ايه بتتعلمي؟ خلاص سبتي، مفيش اي دخل بيخشلك، قعدتي بقى بتدوري على حد يعلمك لحد ما لقيتي في خان الخليلي؟ لقيت في خان الخليلي. اوكي. هي يعني رحت ورشه اتعرفت عليهم وكنت بروح لهم كده، قعدت مثلا كام شهر عشان احاول القط منهم حاجات يعني. وبعدين لقيت ان انا مش هعرف اجيب ورشه، ما عنديش فلوس يعني. فكان لازم ابتدي في حته. انا كل اللي انا كنت عارفاه ساعتها ان انا عايزه اشتغل بايدي، ومش عايزه غير كده. مش شايفه نفسي متوظفه، مش شايفه نفسي قاعده على مكتب، لان انا يعني مخي فني مش علمي خالص، ومليش في شغل الشركات. فقلت انا لازم ابتدي في حته. طيب كان لازم ابتدي في حته، وعشان يعني انا ما كنتش عايزه اشتغل الشغل اللي انا ابتديت بيه، اللي هو لضم وسلك، تكنيك كده معين في الشغل. بس ده تقريبا اللي بيبتدي بيه الناس كلها، من غير مصنعيه، مش محتاج مكن. فابتديت ألضم في البيت في أوضة نومي على السرير. كنت بجيب خرز أي كلام بالفلوس اللي معايا، وكنت بقعد ألضم وأعمل أشكال بالسلك. والحاجات كانت بسيطة جدا، بس كانت عاجبة الناس. كنت بتعملي، ابتديتي تبيعي بقى؟ ابتديت أبيع. أنا حتى مش فاكرة أنا عرفت نفسي إزاي على الناس، بس أيامي في الأول ما كانش فيه انستجرام، ما كانش فيه فيسبوك. فكان الموضوع بداية قوي. يعني كان الناس بتتعرف ان الناس تقول لبعضها، صح. او عندك محل، او عندك محل،
او تنزل اعلان في مجله في مثلا جورنال. بالظبط. انا ما كانش عندي محل وما كنتش اقدر اجيب محل. انا مش عارفه ازاي وصلت للشله كده، بس في شله أنا لحد دلوقتي فاكراهم، يعني بنات كده جمال كانوا بيجوا لي البيت، وكنت بعرض في اوضه السفره. احتليتي البيت يعني. احتليت البيت، بقيت اشتغل في اوضه النوم واعرض في اوضه السفره. اوكي هايل. لحد لما مامتي قالت لا بصي انا هساعدك بقى تجيبي مكان بره البيت. ده بتعرفيناش. المهم جابت لي شقه ورانا في مصر الجديده. رحت جبت بنتين صغيرين، بنات بسيطه جدا، وقلت هعلمهم يلضموا ويعملوا شغل السلك. قعدت كده مثلا في سنه، وبعدين ابتديت اتعرف على ورش فخان الخليلي، فكنت بطلب منهم يعملوا لي الشغل المصنعيه، يعني مثلا اشكال بالفضه وانا اكملها بشغل اللضم، اوكي عشان ما يبقاش الشغل كله فقير، يعني مش كله لضم وحاجات كده. كنت بركب الاتنين على بعض. ابتدى يجيلي ناس اكتر، وابتدى الناس تعرفني اكتر. وبعدين في النص كنت حابه ان انا اعمل حاجه على الجنب عشان تساعدني اكتر، فكنت بعلم، بدي دروس صناعه الحاجات دي. فكنت بدي دروس في موبينيل، كانوا عاملين كده برنامج، يعني ان هم بيدوا للموظفين بتوعهم. كانوا بيدلعوهم يعني. فحاجه من الحاجات اللي كانوا بيدوها كورس في صناعه الحاجات دي، مجوهرات يعني. اوكي. كنت بدي هناك بعلم. انت تعرفتي لدرجه ان موبينيل تجيبك عشان تعملي الكورس ده؟ هو ولا كنتي لسه برضه يعني جت بالصدفه برضه كده؟ لا مش صدفه، بس صاحبتي كانت بتشتغل ساعتها في موبينيل، فهي اللي قالت لي عايزه تعلمي، قلت لها اوكي. وانا من النوع اللي بحب اشتغل على نفسي، يعني انا بتكسف. طيب انا هعمل كل الحاجات اللي هي تكسر تخليني اضطر اتكلم قدام جمهور، يعني انا لازم ارمي نفسي في الحاجه عشان اتعلمها، بتحدى نفسي يعني. وبعدين لقيت في ناس بقى من بره عايزين يتعلموا، فبقيت بجيبهم في المكان ده اللي انا فتحته ورا البيت، بدي كورس في المكان ده. فكنت بعلم جنب الشغل، كنت بعلم. والموضوع ابتدى يكبر بشويش قوي، بس كان بيكبر، يعني الناس اكتر كانت عماله بتعرفني. فساعتها قدرت اروح الزمالك. انا كنت عايزه اروح الزمالك لان ساعتها الزمالك كانت احلى حته تقريبا هي الهب، او هي المكان اللي بس كنت عايز تاخدي محل، وكنت عايز تعملي الورشه بتاعتك، تاخدي الشقه دي تنقليها في الزمالك. كنت عايزه انقل الشقه في الزمالك، لانه هناك انا كنت عارفه ان هناك هتعرف اكتر. اوكي. الزمالك وقتها كانت كلها اجانب، سياح، وكانت الناس كلها بتتمشى فيها طول الوقت. سكان الزمالك بيتمشوا طول الوقت، والناس اللي بره الزمالك كانوا بيحبوا يخرجوا فيها، فكان اي حد عايز يتعرف كان يروح الزمالك. صح. ففتحت هناك مش محل ارضي، كان برضو شقة دور تاني، وكنت ساعتها فتحت ورشة بجد. انا كنت عايزة المعرض بتاعي او المحل والورشة يبقوا في نفس الحتة، عشان عيني تبقى على الصناعية، مش عايزاهم يشتغلوا بعيد عني، والمحل يبقى برضو قدام عيني، يعني كنت عايزة ابقى مسيطرة على الاتنين. فاخدت مكان وعملت فيه أوضة جوه ورشة، وجبت فعلا صناعية، وبره شوروم، وانا ليا مكتب. دي كانت احلى فترة، يعني لو هتكلم بقى على زمان قبل ما اتعرف، يعني كانت شفت الامل وكنت مبسوطة، كنت شايفة نجاح. الكلام ده كان قبل الثورة. قعدت كده مثلا، ده كان في 2005، قعدت في المكان ده لحد الثورة 2011. اتعرفت جدا بس برضو بحدود، لان بقولك ساعتها ما كانش فيه انترنت. والانترنت حصل له بوم وقت الثورة، يعني ابتدت بقى الدنيا تنطلق في حتة الديجيتال دي قوي من اول 2011 2012 بالظبط كده. وكنت لما احب اعمل اعلان كنت احط اعلان في مجلة كده، يعني زمان كانت المجلة يعني كده نص صفحة لو معاك فلوس زيادة كده، كان ينزل لك عندنا ربع صفحة ربع صفحة فكرة. كنت بقعد انزل اعلانات في مجلة، وتعرفت اكتر بكتير من الاول، وابتدى يبقى عندي الاول مرة ورشة
فانا ابتديت اشتغل معاهم. انا كنت عايزه بقى ابتدي امارس اللي انا اتعلمته من كام سنه فاتوا ومش عارفه استعمله لان ما كانش عندي ورشه. ده كان فتره الحقيقه مجيده، اتعرفنا جامد جدا جدا، وكان في خير ساعتها في البلد، وكانت الناس بتخرج طول الوقت، وكل ما اعمل معرض يبقى فوق بعض، والناس كلها كانت عايزه تيجي وتدلع نفسها وكده لحد ما جت الثوره. قبل الثوره انا عشان تعبت وحسيت بشعور ان انت ما تبقاش عارف تروح لمين عشان يساعدك. لما لقيت نفسي انا بقيت في حتة حلوة، كنت عايزة اساعد غيري، فقررت ان انا اعمل معرض كل سنة يلم الفنانين كلهم. انا عارفة الفنانين، انا عارفة بيفكروا ازاي، ما بيبقاش تفكيرهم بيزنس خالص، يعني مش عارفين يعملوا ايه عشان ينجحوا ويوصلوا للناس. هما بيعملوا فن بس مش عارفين يسوقوا له ازاي. فبقيت بجمعهم وبقيت بتعرف واروح ادور في فنون جميله، الناس كلها اللي اتخرجت من فنون جميله ومش عارفه تعمل ايه، واجمعهم في معرض كل سنه بفلوس قليله قوي، يعني ما كنتش عايزه ادفعهم يعني كتير، انا عايزه اساعدهم واجيب معارفي انا، الناس بقى اللي عرفوني في خلال كام سنه اللي فاتوا عشان يتعرفوا عليهم. قعدت اعمل كده مثلا 3 مرات لحد ما قامت الثوره في 2011. برضو قبل الثوره كنت في قعدت في لندن حبه كده لان بابايا كان في رحله علاجيه، فانا كنت بحب شغل المينا قوي. المينا ده تكنيك شغل يعني مش ما كانش بيستخدم ساعتها في مصر، كان هو شغل هندي اكتر، لانه مهلك ومكلف وعايز اللي يعمله فنان مش صنايعي. فالمهم وانا في لندن قلت اروح اتعلم واتخصص في المينا، فرحت اتعلمت مينا وجبت من هناك التولز كلها اللي انا عايزاها، وجيت وهنا اتعرفت بالمينا. فدي حاجه من الحاجات اللي هي كبرت اسمي او خلتني ابني تاريخ. يعني الفتره دي كلها كنت ببني تاريخ. اوكي. فبعد لما اتعرفت بالمينا وابتديت بقى حسيت ان انا خلاص طالعه بقى، قامت الثوره. طالعه يا جماعه استنوني. الثوره غيرت لي حياتي. كل حاجه كلنا. اللي حصل ان انا كان لازم اسيب المكان بتاعي اللي في الزمالك. ايجار خلص يعني؟ العقد خلص او مش ايجار خلص، لقيت ان الدنيا بقت تبقى اصعب والحي بقى مركز في حاجات كده انا ساعتها ما كنتش مهتمه بيها، وانا بمشي بالعلامات والتوجيه الالهي، يعني باخد علامات كتير كانها رساله من ربنا. فجات لي كذا علامه بالنسبه لي كانت واضحه قوي انه بيقول لي امشي من المكان ده. فمشيت، وكل اللي كان فارق معايا ان الصناعيه بتوعي ما يقعدوش في البيت. يعني انا ما فرقش معايا حتى. مشيتي عشان هتكملي ولا مشيتي عشان تقفلي؟ ما كنتش عارفه انا رايحه فين. اوكي، بس لازم تمشي. كان لازم امشي. و معيش فلوس تخليني اجيب فيها محل في الزمالك، وكان يعني اللي اهم حاجه عندي انه الصناعيه بتوعي ما يقعدوش في البيت، انا كنت عايزاهم يكملوا شغل. فقلت انا هدور على ورشه، مش مهم المحل، انا هبتدي بالورشه، ممكن ابيع في اي حاجه، حتى ممكن ابيع من خلال مواقع في الانترنت، بس الورشه لازم تفضل مفتوحه، الناس دي مش هينفع تقعد في البيت. وانا بدور على ورشه لقيت المحل، يعني المحل هو اللي جالي مش الورشه. لقيت محل، جالك محل الزمالك القديم بقى اللي انا لسه سايباه من سنه ده. لقيت محل لقطه بفلوس قليله جدا في الزمالك ده قبل ما الاقي الورشه، فاخدته وعشان اوفر بقى بقيت بدور على اماكن افتحها ورشه في عشوائيات. المحل ده ما كانش مديكي الفرصه ان انت يبقى عندك الاثنين مع بعض، اللي هو الورشه والمحل؟ لا، ما كانش ينفع الورشه تبقى جوه المحل. اوكي. يعني كان وبس كان ممكن يبقى محل بس. اوكي. وبعدين عشان احنا الورشه كمان محتاجه تبقى في حته بعيده، لانه فيها انابيب غاز بقى وحاجات يعني خطر، ما ينفعش تبقى في وسط السكان، يعني مش في منطقه سكنيه. فكان لازم افصلهم عن بعض. فرحت جبت ورشه في
حتة بسيطة يعني. وانا ساعتها لما مامتي عرفت بالوضع اللي انا كنت فيه انا ما كنتش عايزه اكلمهم، لان انا اللي اخترت الطريق ده، وانا اللي اخترت ان انا ابقى في حته مش مضمونه وضد رغبتهم. هم اصلا ما كانوش عايزيني اكمل في ولحد الشغلانة الفتره دي. دي بتتكلمي فيها احنا بنقدر نقول مثلا ابتديتي قلتي لي من 2000 لا 2003 2004 ابتديت 2004 2004 ل 2011 هم لسه مش مصدقين. لا صح؟ هم لا. لسه شايفينك بتعاني وتعبانه هم والظروف مش شايفيني احسن بعاني. حاجه بالظبط. لحد ده الكلام ده لو دخلتي في 2011 2012 فبقالك حوالي 6-7 سنين. هم فانت مش عايز ترجعي لهم عشان ما تقوليش انا فشلت. بالظبط كده. صح بالظبط. انا مش قادره اقول لهم ان انا مش عارفه اصرف على نفسي ومش عارفه اصرف على الشغل مش عايز تصرفي على نفسك بمعنى الكلمه. اوكي مش عارفه اصرف على نفسي. اوكي لا ده لسه اللي جاي ماشي اسخم. ماشي. يعني انا في الفتره دي كنت لسه لاقي اكل يعني. انا بعد كده انا ما كنتش عايزه اطلب منهم مساعده، لانه انا اللي قررت اعمل كده في نفسي. وانا واعيه انه هم ما لهمش ذنب يعني. هم تعبوا في فلوسهم وعملوا اللي عليهم. بس دلوقتي انا اخترت ان انا اخرج عن الطبيعي او اللي الناس كلها بتعمله، ان انا ابقى متوظفه وبقبض مرتب ثابت وكل ده، واجرب حاجه كلها مجازفه. كلها مجازفه يعني مفيش اي حاجه مضمونه خالص يعني. فكنت بستحمل، وفي نفس الوقت انا كنت بموت في شغلي. انا بعشق شغلي وبعشق اني اشتغل بايدي. فحتى لما كنت مش عارفه اجيب فلوس انا كنت مستمتعه يعني. ما كانش مش انه مش فارق معايا، بس ما كانش ده هيوقفني ان انا مش عارفه اعمل فلوس يعني. بس كنت بخبي عليهم ان انا تعبانه يعني. وكل ما كان بابا يسالني انتي تمام معاكي الدنيا فلوس؟ تمام بقول له الدنيا تمام، بس انا فعلا الدنيا ما كانتش تمام خالص يعني. وعندي ناس لازم اقبضها وما كنتش عارفه اقبضهم ازاي. المهم كنت فضلت بقى مكمله في ورش في مناطق بسيطه قوي قوي قوي، هي فعلا عشوائيات. والمحل اتفتح، فبقيت المحل في الزمالك والورشه في مكان عشوائي. قعدت كده سنين لحد ما تعبت من التكاليف. انا عندي محل دلوقتي وعندي ورشه، لازم ادفع ايجار ده وايجار ده والمرتبات. فقررت ان انا اخد شقه يعني بتاعت اهلي. قلت خلاص انا هاخد اوضه في الشقه دي وهتبقى هي دي الورشه، واخلص على الاقل من ايجار الورشه، يبقى عندي بس ايجار المحل. وقعدت سنين برضو. دي كانت فتره صعبه لانه من امتى لامتى تقريبا؟ ده كان في مثلا بعد الثوره على 2015 طول. 2014 لحد سنه 2019. اوكي 4 سنين دول تقريبا، 5 سنين دول كانوا 5 سنين صعبين. 5 سنين صعبين قوي قوي قوي، لانه انا فعلا وصلت لمرحله ان انا ما كنتش فعلا معايا فلوس احط بنزين. تعرفش انت الحاجات دي متخيل بس عارف ان انت مش من النوع اللي بتتكلمي قوي. انا حياتي اتغيرت ساعتها، لانه انا كنت بخرج كل يوم مع اصحابي. كان لازم كل يوم بعد ما اخلص الشغل، يوم طويل طويل كله شغل، انا بشتغل بايدي، انا مش قاعده بدير. انا ساعتها كنت بشتغل بايدي، انا زيهم يعني، زي الصناعيه يعني. كنت بخلص وبالليل اقابل صحابي. وصلت لمرحله ما كانش معايا فلوس اخرج مع اصحابي. فبقيت بعتذر وهم مش عارفين انا بعتذر ليه، بس انا بعتذر بقول اصلي متاخره في الشغل. اي حاجه اي حاجه تعبانه النهارده، اي حاجه ورايا حاجه متاخره في الشغل، فاهم؟ بس انا ما كانش معايا فلوس. امال شغلك ايه؟ بيعمل ايه؟ كان يا دوبك بيخليني ادفع ايجارات ومرتبات، بس انا شخصيا ما كانش ليا حاجه.
امال المحل بتاعك يعني ما كانش بيدخل اي فلوس في الوقت ده؟ المحل اللي انت اخدتيه في الزمالك التاني و5 سنين دولت بيجيب فلوس بتروح فين؟ او البيع كان بسيط، وانا كمان انا كنت يعني محتاجه اتعلم حاجات كتير. وانا بعد لما عدى ال20 سنه دول عامه انا يعني فهمت برضو حكمه ربنا في انه كان مأجل الرزق بالنسبه لي. انا كنت متمسكه بفكره انه انا هعمل اللي على كيفي، يعني انا فنانه، انا مش هعمل للناس اللي هم عايزينه، لا انا هم لازم يعجبهم اللي انا بعمله. يعني كانت الناس تقول لي دينا ما الناس بس يخشوا المحل ما عندكوش عيون؟ لا ما بنعملش عيون، انا ما بحبش العيون. هي على الموضه والناس كلها عايزه تلبس عيون، بس انا ما بحبش العيون. لا كفوف، ما عندكوش كفوف؟ لا ما بنعملش كفوف. ما عندناش غير الحاجات دي. متخيل. فاكر لما كنت باجي ازورك مثلا واشوف الصور واحس ان انت عندك لاين معين بتاعك انت بس مش شرط يكون بيعجب كل الناس. وكان اسهل حاجه لا هو دي ايدنتيتي واضحه. وممكن اي حد تاني يقول لك دينا ما تعملي الحاجات اللي بتعجب الناس، خلاص عندك النو هاو في حته معينه، اعملي اللي بيعجب الناس عشان تعرفي تشتغلي. بس لا مكمله. هيعجبهم يعني هيعجبهم. انا عنيده. فكنت شايفه انه لا انا فنانه وده اللي عندي. عجبكم مش عجبكم خلاص روح محل تاني يعني. فكنت معانده، ودي حاجه من الحاجات اللي برضو اتكسرت عندي، كان لازم اتعلمها. يعني لازم تدي للناس اللي هي عايزاه، مفيش حاجه اسمها لا هو ده اللي عندي يعني. فاللي كنت يعني انا عملت اسم من اللي انا كنت بعمله. الحاجات اللي بعملها كانت فنيه قوي، يعني فيها حته فنيه قوي، بس الحاجات الفنيه مش شرط تبيع، هي تبني تاريخ بس مش شرط تبيع. طيب لو حبينا نترجم نجاحك بأرقام، بمعنى من أول ما ابتديتي لو كانت 2004 تقريبا لحد دلوقتي احنا في 23، حبينا نترجمه مثلا عدد فروع، بقى عندك كم محل دلوقتي؟ أو العمالة بقى، كان زمان كنت ابتديتي كنت لوحدك وكان معاكي 2 مثلا 3، ودلوقتي حجم العمالة بقى عامل ازاي؟ أنا لما ابتديت في الأول كنت أنا لوحدي ومعايا بنتين. دلوقتي وبعد كده فتحت محل واحد. دلوقتي عندنا 3 محلات. بس 3 محلات ما ينفعش نقول محل نسمي الاولاني محل، يا دول محلات كبيره. لا 3 محلات في حتت حلوه يعني. اوكي. محلات كبيره، وعدد طبعا الشركه كبر وبقت شركه، ما كانتش شركه بقت شركه، وفي اداره واقسام، والموظفين دلوقتي مثلا في حدود 75. ده اكبر. اوكي حلو قوي. حاجه كده. ما تقوليش بقى دلوقتي يا دوبك بتغطي مرتباتهم ومش عارفه تعيشي عشان مش نفس الوقت تبقى مصيبه. اوكي. لا هو انا التغيير عندي حصل. انا ده كان سؤالي اللي جاي بقى. ايه اللي حصل في الفتره بتاعتك في الرحله دي كلها اللي حولك من ديزاينر صغير قاعده بتحاول وبتعافر لمره واحده كل ستات وبنات مصر بتروح لها؟ اللي حصل معايا الحقيقه كان في عنصر اعجاز الهي، لانه انا لما كنت تعبانه قوي حاسه بضيقه عزلت نفسي عشان كنت محتاجه استوعب اللي بيجرالي يعني، واستحمل واسمع. كنت عايزه اقعد مع ربنا لوحدي عشان اسمع صوته يعني يوجهني. ففي جت وقت كده وطلبت منه، قلت له عايزاك تنظف المكان عندي من اي حاجه مش منك. فلقيت الورشه بتاعتي بتتصفى. بقوا الصناعيه بيمشوا واحد ورا التاني، ومش انا اللي بمشيهم، انا كنت بحاول اخليهم يقعدوا بس كانوا بيمشوا. وفي واحد مشي رجعناه مشي تاني، ومشي لسبب تافه جدا انا ما زعلتوش حتى يعني، ما حصلش حاجه. فعرفت ان ده ربنا، فسيبته يمشي. بعد كده لقيت واحده تانية مشيت، سبتها تمشي، خلاص انا عرفت ان ربنا اللي سايق بقى. قعدوا يمشوا والورشه اتصفت. وساعتها غيرت طريقه الشغل، عرفت ان انا انسى موضوع ان انا يبقى عندي ورشه بتاعتي دي، انا لازم اشتغل مع ورش بره. لقيت ان الدنيا اتغيرت خالص. اولا قللت التكاليف بتاعتي تماما، وبقيت بعمل حاجات انا ما كنتش عارفه اعملها لوحدي، لان الناس دي عندها تكنيكس
انا ما كانش عندي الامكانيه ان انا اصنع مثلا ستايل معين في الشغل، بس بقيت اروح لناس بيعرفوا يشتغلوا في الستايل عندهم ده، كل حاجه، عنده عندهم resources، كل عنده حاجه. اوكي. فبقيت بطلب شغل بقى من صناعيه تانيين. ده كان اول حصل الاول تغيير كان لما قفلت الورشه وابتديت اشتغل مع ورش بره. قفلتي حتى الورشه بتاعت بعد ما وديتيها مصر الجديده، قفلتيها خالص بقى خلاص؟ ما بقاش عندي ورشه، بقاش عندك ورشه، بقيت بشتغل مع ورش بره. اوكي. على طول بعدها بشويه صغيرين انا ساعتها قدرت اعمل ذهب، يعني لقيت عندي مبلغ كده فقلت طيب انا هقلب ذهب، لان انا عرفت ساعتها طبعا انه الستات مش عايزه فضه، وانا نفسي ما كنتش بحب الفضه، بس ما كانش عندي امكانيه ان انا اشتغل بده، فكنت مضطره اشتغل بفضه، بس كنت بحاول اغطيها بخامات ما تبينش انها فضه. فابتديت اعمل اول كولكشن ذهب، و النجمه اللي هي المعروفه بتاعتنا دي اللي سميتها ستار داست، والاسم ده والكولكشن دي يعني كان سببها رؤيه كانت جات لي من قبلها بكام سنه، حسيت انها فيها حاجه كده باورفل. بعدها بشويه صغيرين لقيت واحده صاحبتي بتقترح عليا ليه ما تبتديش تخرمي عندك الودان في المحل. اوكي. فكانت اول مرحله اما دعيتي ربنا انه ينضف لك فنضف المكان ومش قفل لي الورشه، فقلل لك الكوست بتاعتك، والدنيا من في الباطن ظبطت. تاني حاجه على طول بقى حصل واحده اشارت عليا بان انا اتعلم اخرم. اوكي. وانا اللي كنت عارفه عنك عامه ان انت بتخافي اصلا من الحقن. أيوة. بتخافي من الحاجات دي قصه تانية. اوكي. انا يعني ما خدتش الموضوع جد قوي، لان انا بترعب من الحقن وبترعب من الدم واي حاجه ليها دعوه بمستشفيات انا ما بستحملش يعني. فقلت لها قصدك ايه، اجيب ناس تخرم يعني؟ قالت لي لا روحي اتعلمي. يعني حطيت الفكره كده في بالي بس ما خدتهاش جد. لقيت الرساله عماله بتتكرر لي. اسبوع بعدها كنت في خروجه كده، لقيت واحده بتقول لي ليه ما تبتديش تخرمي عندك في المحل، فانا عرفت ان دي رساله ليا. يعني تيجي كونكت ذا دوتس شويه. طب سؤالي بس قبل ما نكمل في الحته دي، التخريم عامه طول عمره موجود صح؟ كان بيبقى موجود عند جوهرجيه ولا يعني انت بتدخلي حاجه مش موجوده في مصر كتير، ولا موجوده بس مهمله ولا؟ لا انا دخلت طريقه تخريم مش موجوده في مصر. اوكي. اللي كان موجود هنا كان المسدس، بتروح للصيدلي او جوهرجي بيحط حلق بيسموه حلق طبي في المسدس وتروح خارم بالحلق وهو مش دهب يعني. اوكي. في طريقه جديده اللي هي الخرم، هي مش جديده، هي بس ما كانش موجوده عندنا قوي، اللي هي الخرم بالابر. دي لازم تتعلمها ولازم تبقى عندك رخصه انك تمارسها، لان فيها مجازفه ان انت ممكن تتسبب في مشكله كبيره قوي للزباين يعني. اوكي. فهي لازم يبقى في تبقى سيرتيفايد، يعني لازم تبقى سيرتيفايد. فقلت طيب انا هخش ادور على مكان اتعلم فيه. كان لازم اسافر، لقيت اليونان اقرب وارخص مكان يعني، فسافرت اليونان قبل كورونا بشهر. سبحان الله. ما هو التوقيت طبعا. والكورس مدته قد ايه؟ مش هين 5 ايام. هايل. فرجعتي قبل الكورونا. انا افتكرت بس اتحبستي هناك ولا حاجه، فقلت تمام اوكي. لا ما التوقيت كان غريب جدا. وده اللي اثبت لي ان الطريق ده ربنا اللي مختاره، لانه ما هو مش طبيعي التوقيت يعني. اللي حصل ان انا سافرت في يناير 2020 اتعلم اخرم في اليونان. وانا بتعلم انا كنت متاكده انا مش هعرف اشتغل، متاكده، لاني انا وانا بتفرج على المدرس بتاعي وهو بيخرم انا كان هيغمى عليا. جالي هبوط مش قادره. فكنت منزعجه جدا، بس قلت لا، ما هو انا سافرت كل ده مش عشان في الاخر ارجع زي ما انا. رجعت مصر وابتديت اتمرن في اخواتي. اوكي. خرمت واحده، خرمت لها ودنها، خرمت لها دماغها، خرمت لها مناخيرها. فكسرت الخوف. طبعا كانت ايديا بتترعش في الاول، كنت مرعوبه يعني، بس بعد لما رجعت على طول العالم قفل، المطارات كلها قفلت وممنوع السفر، الشغل قفل، الناس كلها قعدت في بيوتها.
المدارس قفلت، النوادي قفلت، ولقيت نفسي انا رجعت مصر اتحبست فيها بموهبة جديدة اللي هي الخرم. الموهبة اللي عيشتني طول فترة الكورونا، مش بس عيشتني، هي شهرتني في هي الكورونا. اللي عملت التحول من ديزاينر صغيره ل الكورونا. كورونا. ولذلك انا بحب سنة 2020 بشكل. وانا كمان وانا كمان. انا بالنسبة لي كورونا كانت نعمة. ده حقيقي. انا الحقيقه ربنا كرمني السنه دي، لانه الناس ما كانش ما في اي حاجه ممكن تعملها، واكتئبت الناس، مكتئبه ومحبوسه في البيت، ما فيش خروج ولا صبح ولا بالليل. المحل الصغير ده اللي انا كنت فاتحاه بقالي 10 سنين وكان فاضي، كان هينفجر من الستات، هينفجر فضا. في فضا ستات قاعده في البيت، فضا واكتئاب طبعا. طبعا. فعلى الاقل تروح بيتها طبعا فرحانه. وانا زعلان، تفرح وانا ازعل. فكانوا الناس واقفه طوابير بره المحل. الرئاسه كانت بتجيلي، يعني كان بيجيلي عربيات من الرئاسه بالحرس. انت مره واحده في خطفه كده حاسه ان انت كنت مستعده لها ولا؟ انا بعرف اتاقلم يعني. اوكي. بس كان لازم اسرع انقل السرعه. يعني انا كنت متعوده اشتغل بسرعه معينه، كان لازم انقل السرعه بقى. طب عندي حاجه اسالك عليها في الرحله الطويله اللي انت حكيتيها لي ديت. متاكد ان انت قلتي على صعوبات كتيره موجوده، وفي نفس الوقت مثلا متخيل ان كان في صعوبات من فكره ان انت بتروحي ورش في خان خليلي، فان العمال ياخدوكي جد اصلا في الاول، وانت بنت بقى يسيب بتاع، فبرضه دي حاجه التانية انت قعدتي سنين بتحاولي، ومش مش اقل من 10 12 سنه بتحاولي اصلا ان انت تقويم شغلك وتصرفي على نفسك. فاكيد من غير ما اشك لحظه يعني ان اقرب ناس ليكي كانت اكيد بتقول لك كفايه بقى، جربي حاجه تانية، اعملي حاجه تانية. انا بابايا كذا مره قال لي وهو متضايق مني قوي قوي، طبعا قال لي غيري النشاط، طالما فشلتي غيري النشاط. هو معتبر انت فشلتي، وانت معتبره نفسك ايه؟ انا كنت بتضايق قوي لما بيتقال لي الكلام ده، وكنت بقى متحطمه، بس انا كنت عارفه ان انا لو ما اشتغلتش ده انا مش هشتغل اي حاجه تانية. ايه اللي كان مصبرك؟ ايه اللي كان مديكي الايمان ده؟ ربنا. اوكي. انا كنت مستمتعه بالشغل حتى وانا مش عارفه اجيب فلوس، وانا فعلا ساعتها كنت حاسه بنعمه، يعني رغم ان انا فعلا كنت ماديا مش مرتاحه خالص، بس كنت حاسه ان انا محظوظه ان انا بشتغل حاجه بحبها، مخلياني مهونه عليا الصعوبات. انا كنت بطبق شغل المينا ده اللي انا كنت بعمله، كان بيحتاج وقت كتير. انا كنت الصناعيه بيخلصوا يمشوا بعد ساعة الشغل بتاعتهم، يمشوا، اقعد انا بقى شغل مزيكتي، اعمل اللي انا عايزه اعمله، وبسهر لحد تاني يوم والفجر يدن ويطلع عليا الشروق وانا بشتغل، ومش هنام الا لما اخلص الخاتم ده، ومستمتعه، مش نايمه بس مستمتعه، عارفه اني مش هعرف اجيب فلوس بس مستمتعه، لاني بعشق انا شغلي ده اكسجين بتاعي، انا مش الباشن بتاعتي، اكسجين. يعني انا هموت لو وقفت شغل. فده اللي صبرني. حب الاعمى ده مش اعمى قوي، بس هو فعلا بيقول لك لما الواحد بيحب قوي حاجه زي بس هو علاقات الحب اللي هو بتقعدي تسهري بتتكلمي في تليفون بالساعات وانت مش حاسه بالوقت. فده بقى ده حب، يعني انت بتحبي اللي انت بتعمليه للدرجه دي يعني. وبعدين انا ساعتها اصلي يعني اتقربت من ربنا قوي، لان ما كنتش قادره اشوف ناس، لان انا خلاص ما بقتش عارفه اعيش زيهم، مش قادره انزل معاهم، لان انا مش قادره انسجم. فكنت قاعده لوحدي، بس يعني قاعده لوحدي دي يعني قاعده مع ربنا، فهو اللي كان بيطمني طول الوقت، هو اللي كان حاطط جوايا حماس للي جاي. انا مش عارفه احط ايدي على حاجه ولا اقول اللي جاي كذا، بس انا كنت متحمسه وانا بشتغل، بس انا مش عارفه انا رايحه فين، بس كنت حاسه ان انا لا، الطريق ده على فكره مكمل لحته، ما اعرفش يعني شعور داخلي كده. طلع صح في الاخر الحمد لله يعني. الحمد لله. بس تحبي تقعدي لوحدك قوي؟ زمان اتغيرت دلوقتي بقيتي اقل، ولا عامه انت بني ادم بتحبي تقعدي لوحدك؟ لا، انا طول عمري بحب اقعد لوحدي، بس الموضوع زاد. اوكي. زاد لاني يعني ده الامان بتاعي يعني.
كان في توم هاردي كان قال حاجه كده، بيقول لك المشكله ان انت اول ما تتعود تقعد مع نفسك مش هتبقى عايز تشوف حد، هتحبها لدرجه انت مش عايز تشوف حد، ما هو انا مش عايز اشوف حد. تتبسط بالقعده مع نفسك. بص انا في حبايب عندي لازم اشوفها اوكي، بس انا القعده مع نفسي اصلا فيها حاجات كتير. اولا فيها خيال، انا طول ما انا قاعده داي دريم اللي هو بحلم وانا صاحيه، بحلم بالحياه اللي انا عايزاها. يعني انا طول الوقت مخي مش معايا، انا عشان كده برضو مشوفش تلفزيون، انا برضو ما بتفرجش على تلفزيون خالص لاني مشغول، مخي مش معانا هنا، بالي على طول في حتة تانية. انا مش بعمل كده عمدا خالص، انا لقيت نفسي طول الوقت بحلم، انا وانا صاحيه بحلم بالحياه او بشوف نفسي في الحته اللي انا عايزاها، وانا ما مرنتش نفسي اني اعمل كده. لسه كنت اقول لك الناس بتتمرن تعمل كده، انا ما مرنتش نفسي، انا كده طول عمري. لو انا مش راضي عن الحال اللي انا فيه ما بقبلوش يعني، واحاول انسي نفسي مثلا بان انا اخرج او اقعد مع ناس عشان يلهوني. لا انا ببقى قاعده لوحدي، بس انا مخي مش هنا، انا مخي في الحياه التانية اللي انا عايزاها. وبتحصل ممكن تاخد وقت بس بتحصل، وبتاخد وقت. في حاجه بتاخد وقت، وفي حاجه بتحصل تاني يوم. على طول فعلا تاني يوم بلاقي ان الحاجه حصلت. ده حقيقي. وفي حاجه بتاخد وقت، بس انا تركيبتي كده ومش عارفه اعيش غير كده. ما ده العكس، تركيبه حلوه جدا. عندك اي مثل اعلى او قدوه في حياتك قبل كده، او حتى ممكن يبقى عندك مثلا وانتي صغيره بعد كده خلاص لا ما بقاش عندك حد، يعني في اي حد؟ لا عمره ما كان عندي. عمره ما كان عندي مثل اعلى. هقول لك ليه. انا مش بنبهر بالناس بسهوله. انا اصلي يعني انا ما بتاثرش بالناس عامه، ما بتاثرش بالناس، وكمان مش بتاثر براي الناس يعني. حتى لو حد ممكن اتجرح لو حد قال لي كلمه تجرح، بس انا مش بتاثر براي الناس فيا مثلا. وبشوف ان كل واحد له حياه وله سكه، ومش شرط ان طريق نجاحك يبقى هو طريق نجاحي خالص، ولا سعادتك تبقى هي سعادتي. ما اقدرش اقول ان كان عندي مثل اعلى. لا يعني حلمك ايه؟ تحلمي بايه؟ دخلينا بقى معاكي في الدي دريمينج اللي انت بتحلميه ده. لا يعني مثلا الواحد اول ما بيبتدي حاجه معينه باشنت ومغرم بيها وعايز يكسر بيها الدنيا، بيبقى عنده حلم في الاول. بس الحلم ده حاجات كتير بيتغير، يا اما بيكبر يا اما بيتغير خالص. ف حابه تقولي لنا حلمك كان ايه اول ما ابتديتي، وحلمك دلوقتي ايه؟ انا يعني حلمي وانا صغيره كان ان انا اسيب بصمه في الدنيا. كنت عايزه ابقى معروفه، مش عارفه كنت عايزه ابقى معروفه ازاي، بس كنت ده من وانا في المدرسه بقى. كنت عايزه ابقى معروفه. حتى الامضه بتاعتي دينا مغاوري اللي هي اللوجو دي انا عملتها وانا في المدرسه. اصلا كنت صغيره قوي بقى جدا، لاني كنت بفكر انه انا عايزه اعمل من دلوقتي امضه سينمائيه، عشان في يوم من الايام لما ابقى براند تبقى هي دي اللي استعملها. ده وانا في المدرسه. انا دلوقتي حلم انا لما لو انت صغيره كان حلمك تبقي معروفه؟ وانا صغيره كان حلمي ابقى معروفه. اوكي. في حاجه فنيه ايا كانت هي ايه. بس بعد كده لما جربت النجاح بقى عندي حب او ادمان للنجاح وادمان للبيزنس. يعني عايزه اللي بعده بقى. عايز تصلي لايه؟ السؤال عايز بعده. ايه اللي بعده؟ ايه اللي بعده؟ مش هقول. اوكي. لانه الافكار بتتسرق. ماشي. اوكي. بس انا عايزه اخش على اللي بعده. بس كل المشاريع اللي انا عايزه اعملها فيها خدمه للناس. انا عايزه اخدم الناس. انا النجاح ما نجحتوش غير لما خدمت الناس. اوكي. حلو بايدي. يعني انا كنت بخرم لوحدي. انا دلوقتي بقى عندي ناس بتخرم اجانب بجيبهم، بس انا قعدت سنه بخرم لوحدي. لا اكتر من سنه. لمس الناس وانك تتقرب منهم وهم كمان
فيها حتة كده علاج نفسي، يعني بيبتدوا يفضفضوا ويتكلموا وبلاقي نفسي بطيب خاطر ناس كتير. باخد بالي من ناس، بيجيلي ناس عيانين عايزين يخرموا، دول بهتم بيهم اكتر، ببقى عايزه افرحهم ومش عايزه منهم حاجه، انا عايزهم بس يتبسطوا وخلاص. فبقى عندي كمان ادمان لاسعاد الناس. وعرفت ان انا نجاحي من خلال اسعاد الناس، مش حاجه بعملها لنفسي. ولما بسعد الناس ما انا كمان بستفيد، ما انا كمان نجحت. بس ما اقدرش اشتغل بعيد، او مش هنجح في حياتي في حاجه ما تخصش الناس بطريقه قريبه قوي وانتمت فيها خصوصيه قوي. فعايزه اعمل حاجات فيها الدلع، عايزه ادلع الناس وعايزه اسعد الناس. ده اللي انا عايزه اعمله دلوقتي. حلو قوي. طيب عايزك كده تفكري معايا كده، كل واحد فينا بيبقى راسم لنفسه صوره كده او فاكر لنفسه صوره وهو صغير. عايزك توصفي لنا نفسك كده اكتر صوره فاكره نفسك وانت صغيره، توصفي لنا نفسك فيها. هنكت. ودي وقت كنت شايفه نفسك بلايفل، ولا كنت شايفه نفسك لا يعني عايزه احاول اتخيل دينا وهي صغيره كانت لا ما كنتش بلايفل، كنت مش مفهومه. كنت حاسه نفسي من عالم تاني. مش لاقيه نفسي. حتى مع اختك التوأم؟ لا، اختي التوأم يعني اخواتي اخواتي هما الوحيد اللي كنت بلاقي نفسي معاهم. اوكي. بس غير كده كنت مش شبه الناس اللي حواليا، كنت لوحدي يعني. كنت لوحدي. اوكي. وبتفتكري دي بتبقي مبسوطه ولا زعلانه؟ مش مبسوطه ومش زعلانه، بس ممكن يعني مياله للزعل السن، يعني يمكن كانت بتصعب عليا نفسي دلوقتي. لما ببص بتصعب عليا نفسي، بس انا فاهمه دلوقتي انا كنت ليه كده. فاهم قصدك. عايزك تقولي كده اتعلمتي ايه في حياتك في المشوار ده كله كده؟ ايه اهم درس اتعلمتيه او حتى دروس؟ اتعلمت دروس كتير الحقيقه. انا اتربيت يعني، انا يعني حياتي ما كانتش سلسه. غالبا كان لازم اشتغل على نفسي كتير، ويعني انا مبدئيا اتكسرت كتير قوي قوي قوي. فده خلاني اتواضع جامد، اتخلصت من حاجات كتير اتربيت بيها، عشان زي ما كلنا كده ربنا اهلنا بيغرزوا جوانا افكار معينه انا كبرت بيها، وكان لازم اكسرها كلها يعني. فجت بطريقه شويه عنيفه، يعني انا دروسي بتبقى عنيفه شويه. بتكسرني يعني. اوكي. طب عايزك تحكي لي على موقف في الكارير بتاعك لما عدى عليكي ثابت عليكي نفسك قوي، بس لما بتبصي عليه دلوقتي بتبقى مبسوطه بنفسك. بص، هو مش موقف واحد الحقيقه، يعني مش هو فتره، موقف. الفتره اللي انا كنت فيها فاتحه ورشه في منطقه شعبيه، لانه بس مش هقولك ان كان صعبان برضو، ما كانش صعبان عليا يعني الحقيقه انا ما صعبش عليا نفسي كتير. انا زعلت من ناس كتير قالت لي كلام يوجع، بس الكلام ده كان بيزقني لقدام. يعني كان ساعتها بزعل، بس ما كنتش كان بيجيب معايا نتيجه عكسيه، كان بيخليني اثبت طيب انا بقى يعني كنت بلاقي انه دي حاجه لازم اغيرها او لازم احسنها، فاشتغل عليها. فكان عيطت كتير صراحه، واتقال لي كلام كتير قوي جارح يعني، بس ده كان بيخليني ازوق لقدام اكتر. جارح اذن ناشف ان هو كان كلام، بس من الناس اظن ان هم كانوا مهتمين بيكي، دي كارية. لا، في ناس كده، في ناس كتير بتتطوع وبتقول يعني بتحكم عليك ان انت يعني فاشل يعني. فاهم. ما بتقولش النصيحة بطريقة فيها اهتمام وحب، لا هي بتبقى طريقة فيها انت فاشلة يعني. طيب والفترة اللي انت عديتي بيها اللي انت ما كانش معاكي فلوس فيها خالص، دي تقريبا ما كانش معايا فلوس احط بنزين، مش معايا فلوس اكل، ما صعبتش عليكي نفسك؟ كانت صعبانة عليا نفسي، بس
بتهيألي كان ربنا بيطبطب عليا وقتها، مم. فبرضو اخدتها بطريقة كنت مستحملة وكنت قوية جدا، يعني صعبان عليا نفسي، بس كنت حاسة ان انا في امان برضو، معرفش مم. ازاي، مم. يعني الحمد عدت. لله. شايف العالم ازاي؟ وحش. قد ايه؟ اشرحي لي وحش دي اكتر. لا انا بشوف العالم مش حلو. مم. آم، في شر كتير وفي نفسيات كتير مريضة. الناس تعبانة نفسيا وتعبانة عاطفيا وعندهم عقد من الطفولة أكيد، فكلنا بنطلعه على بعض، فبيحصل عنف كتير وفي أنانية كتير، في طمع كتير، في جشع كتير. يعني أنا بشوف الحياة كده، في استثناءات وفي ناس كويسة وفي خير أكيد لسه، بس عامة الحياة على الأرض أنا ما بتغرينيش قوي. مم. أما بشوفش إنه الحياة على الأرض مكان سعيد، أنا بشوفه مكان أو كلنا لازم نعدي منه عشان لازم نعدي منه، بس ما هواش مكان سعيد. مم. تفتكر ربنا بيدي مين؟ المجتهد، الذكي، المخلص؟ هو طبعا ربنا بيدي بلا حدود، بس أنا ممكن أقولها بشكل تاني. هو ربنا عايز اللي يتصاحب عليه ويتقرب منه. يعني انت ممكن تبقى مطيع، يعني بتعمل اللي اتطلب منك وبتبعد عن اللي اتطلب منك ان انت ما تعملوش، فما بتغلط، اسمها ما بتغلطش وما بتأذيش برضو وما بتضرش والكلام ده كله. بس في فرق بين اللي متصاحب على ربنا ونشأ بينهم علاقة حب، واللي بياخد ربنا ك الخالق اللي هو بعيد ما نعرفوش ده وبنخاف منه بس مش بنحبه. مم. يعني هو ربنا هيدي الناس كلها، بس هتلاقي فيه علاقة حميمة مع ده ومش مع ده، مش عشان ربنا فضل ده على ده، بس عشان ده كان عايز يتصاحب على عايز ما يعرفه. تفتكريش ان في ناس ممكن تبقى علاقتهم كويسة مع ربنا وقريبين من ربنا، بس ممكن تكونش ظروفهم مادية احسن حاجة؟ ممكن. بس هتلاقي في بينهم وبين ربنا علاقة حميمة، وهتلاقي حياتهم مستورة، هما مبسوطين. عايزك تقولي على حد مصري او عربي ابهرك بقصته، حسيت ان هو تعب قوي في حياته او وصل لحاجة معينة، او بتحترمي شخصيته، راجل او ست طبعا، حد وصل لحاجة معينة في حياتك انت يعني بصي له كده. في مخرج اسمه علي. هو دلوقتي عالمي، عارفه طبعا. اوكي. الحقيقة هو مش بس معروف في مصر او في الميدل ايست، هو فعلا بيشتغل في حتة تانية خالص، يعني مستوى تاني خالص يعني. اوكي. ايه النصيحة اللي ممكن تديها لأي حد بيبتدي في مجالك او في اي مجال تاني؟ انا بشوف انه عشان حد ينجح هو اولا لازم ما يقلدش حد. يعني في دلوقتي كمان بالذات اغراءات كتير قوي، يعني في مجالات كتير مثلا على الموضة، فالناس بتروحها عشان المجال ده معروف ان هو على الموضة، بس ما بيبقاش عمرك ما هتعرف تحقق ذاتك في حاجة مش انت. يعني هو ربنا بيجيبنا كلنا عندنا موهبة، وهو مديك الموهبة دي عشان تستعملها وعشان هتنفعك وهتوصلك لسعادة. لو ما استعملتهاش غالبا مش هتنجح قوي. يعني لو حاولت تدور على نجاح في حتة تانية مش الموهبة اللي ربنا حطها فيك، غالبا مش هيبقى النجاح اللي كان ممكن يحصل لو كنت استعملت الهدية، انا سميها هدية، اللي ربنا اداها لك. يعني مثلا حد شاطر في ناس مخلوقة جسمها مرن قوي من وهي بيبي، يعني من قبل حتى ما يروحوا ياخدوا كورسات مثلا في الجمباز، جايين الدنيا جسمهم ملين ومرن جدا. هي دي ما بتبقاش صدفة. انا وانا صغيرة، انا دي حاجة اكتشفتها ما كنتش عارفة انها، يعني عرفتها متأخر يعني.
كان في وقت من السنين من كام سنة قريبة كده كنت بدور على شهادة ميلادي، فسألت بابايا فين شهادة ميلادي، فقال لي في شنطة في المكان الفلاني فيها كل ورق وانتوا صغيرين. فلقيت بالصدفة الشهادة بتاعتي وانا في الحضانة، بفتح الشهادة أول مرة في حياتي أقراها. كنت في مدرسة فرنش، حضانة يعني، كان عندي بالكتير 4 سنين. لقيت المدرس أو المدرسة كاتبة إن أنا موهوبة في الخيال وفي التحكم في الإيدين، ولازم يشجعوني إنه دي حاجة لازم ينتبهوا ليها ويشجعوني في المجال ده اللي هو الإبداع واستعمال الإيدين. أنا ما كنتش أعرف، بس لما من كام سنة بس قريت أنا ارتحت، لأني عرفت إن أنا في الطريق اللي ربنا، الهداية اللي اداها لك ربنا، الهداية اللي اداها لي ربنا أنا فعلا بستعملها. فاتبسطت، وفعلا أنا نجاحي في استخدام إيدي، أنا متأكدة. سبحان الله. كل واحد طب وازاي هتلاقيها؟ مش كل الناس بتعرف تلاقيها. مش كل الناس تعرف تلاقيها، بس يعني انا مقتنع معاكي تماما ان ربنا جابنا الدنيا دي كلنا كل واحد معاه هدايا. مفيش حد، والهدايا اللي عندي ممكن تبقى في حاجات منها شبه هدايا اللي عندك، بس كل واحد عنده كده الكومبو بتاع الهدايا اللي مع بعض، بس مش هدايا واحده، هو ادالنا كذا حاجه شاطرين فيها. ده صحيح، ده صحيح. بيخليكي، هو ده بيخليكي ان انت تبقي مختلف عن اي حد. بس في ناس ما بتعرفش تلاقي الهدايا دي. ده صحيح. هي ممكن تكون الهدية ظاهرة، بس انت مشتت من كتر الافكار اللي موجودة بره. يعني ما هو عشان كده الواحد لازم يبقى بيبص على نفسه قبل ما يحاول يقلد العالم، يركز مع نفسه ويتعرف على نفسه. ودي فيها طبعا جزء كبير انك تبقى بتقضي وقت لوحدك عشان تتعرف على نفسك. هتعرف هتكتشف، يعني لو قعدت مع نفسك زيادة شوية بدل ما تبقى طول الوقت قاعد مع ناس، هتكتشف الكلام ده. حلو قوي. عايز تضيفي اي حاجة؟ لا، كان نفسي اسالك في اي حاجة. شور مش اي حاجة، فكري حاجة نفسك تقوليها، حاجة. مايك از يورز يعني. انا في حاجة ممكن اضيفها. التحديات سواء في الشغل او بره الشغل هي حاجات حلوة، يعني ممكن تبان انها نقمة او سوء حظ يعني، بس في ظاهرها بس. في ظاهرها بس. في ظاهرها بس. الحقيقة احنا كلنا لازم نتهذب، وانت مش هتتحسن الا لما يجيلك مشاكل. فكل الصعوبات اللي ممكن تقابل حد مثلا بيحاول يحقق ذاته او يوصل لاي حاجة، هي مش شرط معناها انه غير الطريق ده غلط، مش شرط. لان انا لو كنت فكرت كده كان زماني وقفت من زمان. بس انا كنت محتاجة امر بكل الكلام ده كله عشان جنب نجاح في الشغل شخصيتي كمان تتحسن. بس كده. حلو قوي. بس يا دينا قوي بجد. شكرا لكل واحد كمل معانا للاخر. يا رب تكون الحلقة دي سبب ان كل واحد فينا يبتدي يفكر ولو للحظة ربنا خلقنا ليه وقد ايه احنا مختلفين مهما كنا نبان شبه بعض. ربنا خلق كل واحد فينا ومعاه هدايا غير اي حد، حرام نعيش من غير ما نعرفها ونستفيد منها ونفيد اللي حوالينا.